السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الإبداع في أبهى صوره. هنعمل النهاردة مع بعض فخارة اللحمة بالعجين، حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا. عايزة أقولك ريحتها كانت قلب الشقة قلب. إن شاء الله هتجربيها بالطريقة دي وهتعجبك جدا. يلا بينا على المقادير وطريقة التحضير. عندي حلة على البوتاجاز هنزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة، وكنت مستعملة سمنة كريستال الصفرا. هسيبها تسخن كويس جدا. عندي كيلو من اللحمة قطعته مكعبات بحجم وسط، لا صغيرة او ولا كبيرة، عشان تستوي معاكي بسرعة. طبعا سبت الحلة سخنت كويس جدا عشان لما تنزل اللحمة تاخد صدمة على طول، ما تنزلش العصارة اللي فيها. ولو اللحمة فيها نسبة دهون هتبقى افضل، وكمان هيبقى طعمها جميل جدا. هنقلب كده في اللحمة لحد ما اللحمة تاخد لون جميل جدا. هتشوفيه معايا دلوقتي. عايزة اللحمة تاخد لون كأنها متحمرة بالظبط. هنفضل نقلب فيها بالطريقة دي حوالي 7 دقايق لحد ما هتاخد اللون الجميل اللي انت شفتيه ده. شايفة كده ما شاء الله لونها جميل جدا. دلوقتي هننزل بحوالي 3 بصلات حجمهم كبير، قطعتهم بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنزل على اللحمة وهنقلب لحد ما البصل يدبل كده وياخد لون جميل. مش عايزاه يبقى غامق، هياخد لون ذهبي فاتح. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، وعايزة اقولك النتيجة روعة اللهم بارك. ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك جدا. دلوقتي هننزل بالبهارات سليمة، بهارات صحيحة. عندي عود قرفة، كمان عندي حبهان، عندي قرنفل، عندي ورق لوري. وهقلب كويس جدا. ودلوقتي عندي كام فص توم قطعتهم شرايح بالشكل ده. التوم بيدي ريحة جميلة جدا، وكمان بيدي طعم تحفة. شايفين لون البصل اتكرمل بقى جميل جدا، بس ما اتحرقش. وخلاص كده لون البصل بقى جميل جدا. دلوقتي هننزل بمية سخنة، بس الاول هنضيف معلقتين من الصلصة. وضفنا صلصة يبقى لازم نضيف معلقة سكر عشان تعادل الحموضة اللي في الصلصة. وهقلب كده لمدة دقيقة واحدة بس، وبعد كده هننزل بالمية السخنة. لازم تكون مية سخنة، ما تضيفيش مية ساقعة من الحنفية. هتخلي اللحمة تاخد سوا كتير معاكي، مش هتستوي. شايفين لون اللحمة ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. ولا ريحتها كانت في الوقت ده تجنن. ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وهتعجبكم جدا. خلاص كده ضفت المية السخنة، وما تزوديش مية كتير قوي، مية على قد سوا اللحمة. بس لو انت عارفة اللحمة بتاعتك صغيرة ومش هتاخد سوا، ما تكتريش في الشوربة او في المية. وعلى ما اللحمه تستوي، عايزه اقولك خدت معايا ساعه كامله على ما استوت. ودلوقتي هنجهز العجين اللي هنحطه على الطاجن. عندي كوبايه ونص من الدقيق، ضفت عليها نص معلقه من الملح، معلقه صغيره من الخميره، معلقتين من السكر. ولو حابه تضيفي معلقتين زبادي مفيش مشكله، لو ما عندكيش استغنى عنهم. وما تكتريش في الخميره، هي معلقه صغيره بس. هنقلب كويس جدا. كمان عندي نص كوبايه ميه دافيه عشان تنشط الخميره، ما تستخدميش ميه من الحنفيه. هنقلب كده الاول بالمعلقه، وبعد كده هعجن بايدي. عايزه اقولك العيش ده طعمه روعه لوحده، طعمه كان جميل جدا. هعجن كده بايدي. عايزه عجينه يبقى ملمسها ناعم، وكمان تكون طريه بس مش بتلزق. وخلاص كده بعد ما عجنتها، دلوقتي هنضيف معلقه واحده بس من الزيت، المعلقه المعياريه دي. وهشرب الزيت كويس جدا في العجين. شايفه خلاص كده خلصت العجين، شايفه ملمسها طريه بس مش بتلزق. وهسيبها لحد ما تختمر وحجمها يتضاعف. وفي الوقت ده كانت اللحمه خلاص استوت. شايفين كميه الميه اللي احنا حطيناها قلت جدا. دلوقتي بقى اضيف الخضار اللي انت عايزاه واللي بتفضليه ضيفيه في المرحله دي. عندي بطاطس، وكمان جزر، وعندي بسله. تقدر تضيفي فلفل الوان، تقدر تضيفي فلفل اخضر، تقدر تضيفي كوسه. الخضار اللي بتفضليه وولادك بيحبوه ضيفيه في المرحله دي. كمان ضفت قرن فلفل شطه، لو حابه تستغني عنه مفيش مشكله. وهسيب الخضار لمده ربع ساعه لحد ما يستوي وتكون العجينه اختمرت. كمان ضفت نص معلقه من الفلفل الاسود. وهنضيف معلقه ملح، الملح ده عليه كل البهارات. وبكده خلاص يبقى البهارات بتاعتنا كلها كده مظبوطه. ظبطنا الملح، طعمها كان تحفه وجميل جدا. وخلاص كده بعد مرور 15 دقيقه الخضار استوى واللحمه زبده مش مستحمله. خلاص كده هنطفي البوتاجاز، وهنروح نحطها في الطاجن مع بعض.
عندي الطاجن هبدأ انزل بالخضار كده الاول، وبعد كده هنظبط اللحمة على الوش، لان احنا هنقدم الطاجن بنفس الشكل النهائي. ظبط الطاجن بتاعك كده وخلي شكله حلو. ودلوقتي خلاص العجينة اختمرت وحطينا اللحمة بالخضار في الطاجن. هنبدأ نفرد العجينة، رشة دقيق كده بسيطة بس ما تكتريش عشان العجينة ما تلزقش. وكمان هضيف رشة دقيق على الوش عشان النشابة ما تلزقش في العجين. وهبدأ افرد العجينة. عايزه اقولك العجينة هتتفرد معاكي بكل سهولة، ملمسها ناعم وجميلة جدا. كمان العجينة طرية بس مش بتلزق. هفردها على شكل دائري. شايفة ما شاء الله بتتفرد بكل سهولة. اتمنى منك لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك ياريت تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شايفين سمك العجينة كده مناسب جدا، اقل من نص سنتي. ودلوقتي هناخدها نلفها على النشابة بالشكل ده وهنحطها على الطاجن. هنظبطها على الطاجن بالشكل ده. اضغطي كده على الاطراف عشان العجينة تلزق. وخلاص كده بالسكينة هنشيل الزيادات، والزيادات دي مش هنرميها، هنلمها ونعجنها تاني وهنعملها رغيف صغير. خلاص كده بعد ما ظبطت العجينة دلوقتي هنبدأ ندهن الوش. عندي صفار بيضة، كمان عندي عليها معلقتين حليب، نص معلقة نسكافيه، وقلبتهم كويس جدا. وهنبدأ ندهن العجين. لو مش حابة صفار البيض تقدري تضيفي مع قهوة سريعة الذوبان مع معلقتين حليب، كمان نص معلقة سكر، وتدهنيهم كويس جدا. هيديكي نفس النتيجة وهيبقى تحفة. هندهن العجينة بالطريقة دي بشكل دائري كلها، لازم تدهنيها كلها عشان كلها تاخد لون واحد. وخلاص كده بعد ما دهنتها كلها دلوقتي هنضيف لها رشة سمسم وكمان رشة حبة البركة. عايزة اقولك بتديها ريحة وشكل وطعم جنان. دي حبة البركة وكمان رشة من السمسم، وزودي ما تستخسريش، هتدي شكل جميل جدا وكمان طعمها بيبقى تحفة مع العجين. وخلاص كده هدخلها الفرن على الرف الاوسط لمدة 15 دقيقة لحد العجينة ما تاخد اللون التحفة وتستوي. شايفين الجمال والحلاوة ما شاء الله اللهم بارك. المفروض دلوقتي تسيبيها 10 دقايق لحد ما تهدى والعجينة تطرى معاكي شوية، بس انا كنت مستعجلة بصراحة، كان جوزي راجع من الشغل ومستعجل على الاكل فانا فتحتها على طول. عايزه اقولك خرجتها من الفرن كده مباشرة فتحتها. شايفين ما شاء الله اللحمه مستويه مش مستحمله، اللحمه مستويه زبده. وعايزه اقول لك ريحتها وطعمها كانت تحفه، ان شاء الله كده تجربيها وهتعجبك جدا. كمان الخضار مستوي زبده. العجين عايزه اقول لك شكله تحفه وطعم وريحه كان يجنن. ان شاء الله تجربيها وهتعجبك جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبك واشوفك في فيديو جديد ومع السلامه.